انا اضرب في علي وبتاع واروح واجي وبتاع ويمين وشمال وماسكه كده مثلا ماسكه فوق. حلو، فانت لو مسكني انا مش بس. هو انا ازاي ممكن اقدر اهزم الشخص الاضخم مني؟ الموضوع ده انا اتكلمت عنه. يجي واحد مفتول العضلات ضخم جدا ما تأثرش بالضربة، حتى انك بتضرب في جبل حرفيا واقف قدامك. فيديوهات كتير ولكني ما اتكلمتش عن الموضوع بشكل عملي، حتى على اليوتيوب محدش شرح الموضوع بشكل كامل، وهنا كان لازم نبدأ التصوير. جاهز؟ بتصور؟ تمام، بس لو صور بصراحة. طيب ازيكم؟ النهارده هنتعلم ازاي نهزم الشخص الضخم. واو. خلاص يا جماعة فركش، نصور بكرة وهاتولي شخص ضخم عشان نتشاكل معاه. فحب اعرفكم علي سمير. علي بعيدا عن انه هيشاركني في الفيديو ده، وبعيدا عن انه بسم الله ما شاء الله جسمه مناسب جدا للفيديو، الا انه صديقي انا شخصيا من ايام الطفوله. عشرة عمر ده. حصلت ظروف كده وبعدنا عن بعض، دروس وشغل وحاجات زي كده، ولكن انا مبسوط ان احنا بنصور مع بعض تاني. علي في مجال كمال الاجسام، بطل وزن 70 في محافظة جنة أول، واخد تاني بطل وزن 65، وغير كده إن هو مدرب برايفت واخد كذا كورس ما شاء الله عليه. يلا بينا علي. فانا مش عيب ان لو هو دلوقتي ماسكني وعايز يفتعل معايا شجار مثلا، انا مش عيب ان انا اقول له ان انا شخص مش بتاع مشاكل بكل بساطه. فانا مش عيب ان انا اقول له والله يا باشمهندس انت اسمك ايه الاول؟ علي. فوالله يا باشمهندس علي انا مش بتاع مشاكل والله وبتاع، يعني ما شاء الله عليك بتاع، بس انا والله مش بحب المشاكل خالص. مش عيب ان انا اقول كده في الاول. لا، هو طلع وقح وعايز يفتعل معايا شجار، فانا وقح زيه. فانا ببتدي اركز على مناطق الضعف. لو جينا ركزنا على علي دلوقتي فهنلاقي مناطق الضعف بكل بساطه الانف هنا مثلا، والحنجره، تمام، ومنطقه تحت الحزام. انا ابتدي على قد ما اقدر ان انا اخلي في مسافه بيني وبينه، ما اكونش قريب. القبضه دي او القبضه دي انا ممكن اضرب البانش ما يجيش في الرقبه على طول ممكن، لكن بالحركه دي انا اوريدي هو هيجي في الرقبه. يعني اضرب تاني كده من الناحيه التانيه، انا ضربت هنا او ضربت هنا، حلو، فهي هتيجي في الرقبه. انا ابتدي اخد 1 2 3، 1 2 صدها 3، انا 1 2 3 سكت، لا اكمل معاه 4 5 في الكوع 6 7 8. انا مش بسكت مهما كان الشخص اضخم مني، مهما كان الشخص اقوى مني، انا ما ينفعش اضرب ضربه واسكت. قبل اي حاجه المفروض ما يخلوش يزجني. لو هحس ان هو ابتدى يزجني انا الوقفه دي احسن. ليه؟ ابتدى يزجني كده علي، اوكي، شفت اللي حصل؟ ابدا اندفع عليا وزجني مفتوح علي قدامي. خدت بالك من الحته دي؟ ان انا رجعت لورا، انا دايما رجلي ورا رجلي قدام، مش على طول، ولكن اول ما احس ان في غدر انا رجلي ورا رجلي قدام. اللحظة دي لازم تاخد الخطوة على طول. بالظبط. فانت ماسكني مثلا دلوقتي كده اهربه قدام من غير اي حاجه، مش هبتدي بقى اقول له خلاص ومش عارف ايه يا عم وهو ماسك، لا. خلينا نوضح برضو ان الكلام ده بيكون في ثواني، يعني ما فيش اللي احنا بسرعة. بنعمله ده، الموضوع اسرع من كده بسرعه وتكون مفاجاه. ماسكني هو من الناحيه دي برضو ناحيه اليمين، فانا ابتدي 1 2 3 تحت وفوق، حلو. تاني ماسكني من الناحيه دي او من الناحيه دي اللي انت عايزه، 1 2 3. حتى لو مسكني يعني مثلا دلوقتي جرب امسكني ماسكه كده مثلا، ماسكه قويه جدا، حلو، فحتى لو مسكني انا مش بسكت، انا وهو معايا في الرقبه هنا مثلا كده مفتوحه اهي، برضه اضرب واشد لورا. معلش عادي. اوكي. انا مش بستسلم، بركز على مناطق الضعف ومش بستسلم مهما حصل. قبل ما تدافع عن نفسك، لو انت ماشي في الشارع شخص بلطجي كذا، فانزل اتمرن وشيل حديد بحيث هتكون افضل من نفسك، افضل نسخه منك. شكرا ليك يا علي. الله يعزك. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب لو عجبك المحتوى الجديد. بحب اشكر مصطفى عمر ورا الكاميرا، تعب معايا جدا النهارده. حتى علي هحطها لكم في الوصف تحت ورقم، وهحطه في اول تعليق.
اللي عايز تدريب مجاني، اللي عايز تدريب عامه، اللي عايز نظام غذائي، اللي عايز اي حاجه في جسمه يعدلها. معاكم كابتن علي، سلام. Fina, fina, tina, la, la, la. Tirira, ta, tira, rira, tira, la, la, la.